يتمتع الشاي الأحمر بعده فوائد صحية هائلة، فهو يساعد على استقرار سكر الدم ويساعد على التخفيف من الكوليسترول، ولا يقصد هنا أن الكوليسترول ضار بالصحة، إلا أن الشاي الأحمر يعمل على تنظيمه، إضافة إلى أنه ينطوي على خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا، كما أنه يقلل من حدوث الجوايف السنية التسوس ويحد من خطر الإصابة بهشاشة العظام. وتشير أبحاث كثيرة إلى قدرته في الحد من خطر الإصابة بمتلازمة الأيض التي تسبب اضطراب ضغط الدم ونسبه الكوليسترول وتراكم دهون البطن وغير ذلك الناتج عن ارتفاع الإنسولين، إلا أن ثمة 3 أمور هامة يجب معرفتها لمن يشربون الشاي بكثرة، إذ أنه من الأكثر المشروبات استهلاكا في الأغلبية العظمى من دول العالم، لذا على من يشربون الشاي أن يتعرفوا إلى هذه الأمور 3. بعض فوائد الشاي الأحمر: قد يساعد الشاي الأحمر على ضبط نسبه الأنسولين وكذلك سكر الدم، كما أنه يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية، كما يثبت الثانيين امتصاص الثيامين. أيضا فيتامين بي الذي يعتبر أحد الفيتامينات أهمية، إذ يؤدي نقص فيتامين بي إلى الشعور بالقلق والتوتر العصبي والكوابيس الليلية أو متلازمة تململ الساقين، كما ينطوي نقص فيتامين بي على الكثير من المشكلات في الجهاز العصبي. وبالحديث عنه يجب معرفة العوامل التي تستنزفه في الجسم. ما هي العوامل التي تستنزف فيتامين بي من الجسم؟ الكافيين الذي يوجد في الشاي والقهوة، وتحوي القهوة أيضا على الثانيين السكر والحبوب المكررة والكبريتات والكحول والميتفورمين، فقد يسبب الميتفورمين الحماض اللاكتيكي الذي يعد خطيرا، ولهذا يجب تناول فيتامين بي باء التزامن مع تعاطي الميتفورمين، وكذلك تناول فيتامين بي 2 لأن الميتفورمين يستنزف لا هذين الفيتامينين. تناول السمك الني كما في السوشي يستنزف فيتامين بي والمضادات الحيوية ومضادات الحموضة ومضرات البول وحبوب منع الحمل ومثبطات استرداد اليوروتونين الانتقائية كالأدوية المضادة للقلق أو الاكتئاب وأدوية الاختلاج فيروس الورم الحليمي البشري والكلور الموجود في مياه الحنفية يرى مضغ التنباك، إذ أنه يستنزف فيتامين بي. أيضا فيتامين بالمعادن الثقيلة والمبيدات الحشرية تحوي بعض أنواع الشاي نسبه عالية من المعادن الثقيلة كالألومنيوم والرصاص والزرنيخ، ويمكن أن نكشف عن وجودها عبر معرفة مصدر الشاي كالشاي الذي يتم تصديره من الصين، إذ تظهر إحدى الدراسات بأن أغلب الشاي الذي يصدر من الصين لا يحوي نسبه عالية من المعادن الثقيلة فقط، بل ونسبه عالية من مبيدات الآفات أيضا، حتى إن إحدى لدراسات أظهرت 29 نوعا مختلفا من مبيدات الآفات المستخدمة، أغلبها غير مصرح بها قانونا، ولهذا يجب الانتباه إلى مصدر من الشاي عند شرائه، في حين تصدر اليابان أنواعا أكثر جودة من الشاي، ويعد أحد السموم الشائعة في الشاي الوريد، فالتربة التي يزرع بها الشاي تعكس محتوياته، وزراعة الشاي تتم في ترب حامضية
يسمح الوسط الحامض بامتصاص النبات للكثير من العناصر التي لا تنحصر فقط في المعادن المفيدة التي نحتاج إليها، بل تشمل أيضاً معادن سمية، ومن هنا تكمن أهمية مصدر الشاي، إذ لا يحبذ شراء الأنواع زهيدة الثمن، بل يجب انتقاء الشاي ذو المصدر الصحي. المواد التي تصنع منها أكياس الشاي. أكياس الشاي التي كثيرا ما يتم تبييض بعضها بالكلور، ويطلق عليه إيبيكلوروهيدرين، وهي مادة كيميائية مسرطنة. سووا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.